العينه رقم هي العينه المغشوشه. ده العسل الطبيعي اللي الدفاع ده العسل الطبيعي. انا شايف ده اتنين. شايف ان ده العسل الطبيعي، ده العسل المغشوش. معايا عينتين عسل، الاتنين مجهولين، واحده فيهم بتاع العسل عسل نظيف، واحده فيهم عسل رخيص. هنشوف عن طريق الطعم بس من خلال التجربه الحقيقيه على ارض الواقع هل الناس هتعرف تميز العسل الكويس اللي يدفع فيه فلوس من العسل اللي مش ولا بد ولا لا. كمل الفيديو للاخر عشان تعرف نتيجه التحدي ايه. متحمس احط العسل بتاعي في تحدي حقيقي. يا ترى الناس كتير اللي بعتت لي في الكومنتات عايزه تعرف العسل المغشوش تعرفه ازاي وهكذا. النهارده في الاخر هقول لك شويه حاجات عن طريقها تقدر تحدد بصوره مبدئيه وليست بصوره قاطعه. يلا بينا نشوف نتيجه التجربه هتبقى ايه. متحمس جدا لان انا تعبت جدا عشان اطلع الفيديو ده. يلا بينا يلا بينا. فنانه اهي، فنانه اهي، تعالى نشوف الفنانه بتعمل ايه. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت فنانه، شكلك فنانه صح؟ اه. لوحات دي جميله جدا عايز اقول لك، بس انت اللي رسماهم؟ اه. حلو. لا ما شاء الله جميله جدا. طيب يعني احنا النهارده معانا تحدي كده، معانا عينتين عسل، واحده فيهم طبيعي واحده مجهوله المصدر. فعايزين نعرف من خلال الطعم بس هل هتقدري تميزي انهي واحده فيهم طبيعي وانهي واحده مغشوشه ولا لا. تمام؟ جاهزه ولا ايه؟ طيب العينتين دول، دي عينه رقم 1، دي عينه رقم 2. هتدوقي الاثنين وتشوفي اللي تعجبك اكتر او اللي انت ممكن تشتريها اكتر من خلال الطعم بس. ممكن تبقى ايه؟ تمام؟ تبداي بعينه رقم 1 ولا تبداي بعينه رقم 2؟ ماشي خلاص. هتعرفي تفتحي البرطمان ولا ايه؟ هو كده كده البرطمان انت هتاخديه ما تخافيش. ايه رايك في ده؟ حلو بس سكر شويه. هو ده عسل نورت برسيم. طيب دوقي ده كده. ما بنزلش ليه؟ لا حاسه ده احلى. ده احلى. يبقى عينه رقم 2 هي اللي تكسب. شكرا ليكي جدا. تشرحي لنا شويه بقى عن اللوحات دي بتعبر عن ايه؟ دي لوحه كانت موجوده في ملتقى الخط العربي. هي خطوط، ده خط فارسي. الام الحنونه كده، واللون الازرق كمان بيدل على كده، وكمان الحمام لو حضرتك شايفه. شكلها تحفه بصراحه. طب اللوحات دي بتتباع ولا انتوا بتعملوا ايه يعني وجه الاستفاده من اللوحات دي لو حد حب يستفيد منها؟ لا احنا بنعرضها، ودي اصلا تبع كليتنا، احنا تربيه فنيه. ما شاء الله. تربيه فنيه ازهر، يعني بنعرضها بس عشان دي تبع الكليه ما نقدرش للعرض بس. اه يا جماعه انا عايز كل الناس تشجع الحاجات اللي بتنظف العين وبتنظف المخ. بصراحه انا شايف ان اللوحات دي وخصوصا دي الخط العربي والخط الفارسي بصراحه تحفه. ومعانا النهارده الضحيه رقم 2 يوسف وابرام. اهلا بيكم يا رجاله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بص بقى احنا هنجرب في واحد. انت هتاخد عينتين عسل وانت هتاخد عينتين عسل، ومن خلال الطعم تقدر تشوف تحاول تميز العسل الطبيعي من المغشوش. تمام؟ دي العينه رقم 1، دي العينه رقم 2. تحب تبدا بايه؟ ابدا بده. بسم الله. سمي وارفع البرطمان وطمني عليك. تمام؟ خد جرب العينه رقم 2. ترفع رفع حلو عشان تستطعم كده يا برنس ولا ايه؟ ده الطبيعي. عينه رقم 1 الطبيعي. طيب خلينا نشوف ابرام كمان رايه ايه. هم دول كده بقوا بتوعك؟ مش عارف فرق كبير، بس هو انا حاسس ان الاولاني التاني مسكر اكتر. دي العينه رقم 1. اتفضل قول بسم الله. قول بسم الله عادي ما فيهاش حاجه. دي هتمسكها لك. ركز يا ابرام. بسم الله. ايوه كده. عاش والله. لو ما عرفتش تفرق قول عادي مفيش مشكله. بس انا شايف ده اتنين. شايف ان ده العسل الطبيعي، ده العسل المغشوش. طيب دول كده بتوعك، مبروكين عليك، خليهم معاك. تحبوا تعرفوا دلوقتي ولا النتيجه في الفيديو؟ تعرف دلوقتي. طيب نقول بسم الله. ومعانا الضحيه رقم 4. اسمك كريم؟ احمد. ابو حميد. اهلا بيك يا ابو حميد. خريج يا ابو حميد؟ لا انا لسه طالب. لسه طالب. بتدرس ايه؟ كليه اصول دين. احسن ناس يا عم، احسن ناس. طيب احنا دلوقتي هنجرب التجربه دي. خلينا انا ما بحبش رقم 2، نبدا برقم 2. تبدا برقم 2. اتفضل يا باشا. ادي رقم 2 اهو. افتح البرطمان وسمي الله. قول بسم الله وايه، ارفع كده على بقك وابقى طمني عليك. ارفع يا باشا وقول بسم الله. انه واحد عجبك اكتر وممكن تدفع فيه فلوس ومعتقد ان هو عسل طبيعي؟ الطعم ده انا دوزه كتير، ده لا. طيب يعني انت حاسس ان انا دوزت العسل ده كتير. حلو. عسل قبل كده كتير.
الطعم ده دوت فيه، ده اول مره عليها الصراحه. حلو، يعني انت شايف ان العينه رقم واحد طبيعيه ولا رقم اتنين هي الطبيعيه؟ لا واحد بالنسبه لي انا واحد. رقم واحد هي الطبيعيه. بس رقم واحد ساعة ده لا. يعني رقم واحد هو اللي لسعك في زورك. ده لا. ومعانا اخر ضحيه نتعرف بيك. محمد. اللي حابب تبدا بيها فين؟ يمين. دي يميني ولا يمينك انت؟ يمين. ماشي، خد دي عينه رقم اتنين. افتح ودوق وسمي الله وابقى طمني عليك بعد ما تدوق. ارفع 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 على بقك على طول، انت كده كده هتاخدها. العينه رقم واحد. افتح وجرب وقول بسم الله برضه. ارفع شويه حلوين. ايوه كده. دلوقتي انت دوقت العينتين، دي رقم واحد واول واحده كانت رقم اتنين. انت شايف انه العسل الطبيعي اللي يدفع؟ ده العسل الطبيعي اللي الدفاع فيه. ده العسل الطبيعي اللي هو العينه رقم واحد. اه. ما شاء الله، يعني في وعي كافي عند الناس. تحب تعرف النتيجه ولا تستنى الفيديو؟ لا اعرف النتيجه. طيب تعرف النتيجه. عينه رقم واحد فعلا هي العسل الطبيعي الاصلي. عينه رقم اتنين هي عسل مغشوش بالكامل. تمام. ليه انت قلت ان ده طبيعي وده مغشوش؟ سمعني ده كده. اتقل كده، وطع اللي هو العسل اللي احنا عارفينه عندنا في الصعيد وكده، فده اتقل شويه عن ده، حسيت ده اخفف. احلى مسا عليك يا زميلي، ما شاء الله عليك. تحب تعرف النتيجه ولا ايه؟ اكيد. العينه رقم واحد دي العينه الطبيعيه، العينه رقم اتنين هي العينه المغشوشه. شكرا ليكي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه العسل عينه رقم واحد، دي العينه العسل الطبيعي. رقم اتنين دي العسل المغشوش. ف انت مظبوط، انت راجل على المظبوط. وانت يا باشا حاول تحسن نفسك شويه. يومكم جميل يا رجاله. يومكم جميل يا رجاله. شكرا. ومع نهايه الفيديو اعزائي المشاهدين نكتشف حاجه مهمه جدا عشان نعرف اذا عسل اذا كان طبيعي ولا لا. 5 أو 4 مؤشرات تدي لك دليله وليست صوره قاطعه. طبعا الصوره القاطعه حتى هذه اللحظه تحليل المعمل او المختبر، وده برضو بقى فيه مشكوك في امره. بس اول حاجه لون العسل. لون العسل هتلاقي لون العسل الطبيعي لونه مغبر وغامق شويه، انما العسل الصناعي او المغشوش بتيجي تبص تلاقيه بيور قوي ونقي قوي والضوء واضح فيه. تمام. رقم اتنين العسل بيعمل حاجه زي شحطه بسيطه، في ناس بتحس بشحطه بسيطه، ده دليل او مؤشر الى حد ما ان هو يقول لك العسل اذا كان طبيعي او مغشوش. العسل لما بتاخد منه معلقه تحس ان بيشيلك كده من مكان يحطك في مكان فيه ازهار، فيه طعم حلو، فيه ريحه كويسه. دي كلها مؤشرات مبدئيه وليست مؤشرات نهائيه. يبقى عشان تعرف كل جديد في موضوع العسل ما تنساش التجربه دي. لو انت عايز تجرب اي تجارب تانية في الشارع المصري سيب لي كومنت حالا. يومك جميل، احلى مسا عليك، سلام.